بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتمام. طبعا. انتوا عارفين انا الواحد ما بيطلعش غير ما يكون في حاجة لازم يتكلم فيها وعايز يتكلم فيها، عشان أنا يعني ما بحبش اطلع كده وانا متعصب او في حاجة معصباني، فبهدى شوية واطلع اتكلم كده وندردش مع بعضينا. طبعا زي انتوا شايفين الفترة الأخيرة دي الأهلي المستوى اللي هو فيه، هو مش الفترة الأخيرة بس يعني الواحد يعني بقاله داخل على سنتين. احنا مش شايفين الاهلي بيلعب كوره ولا بيقدم اي حاجه، ولا في بوادر اللي هو يقدم اي حاجه. طول ما في حاجات مش مظبوطه في النادي بجد في حاجات مش مظبوطه فيه. بجد النادي فيه قلق، في حاجه غريبه في النادي. انا عمري ما شفت النادي بالمنظر ده، عمري. يعني انا مش عايز اكبر نفسي. الواحد عاش مع الاهلي لحظات كتير صعبه، كتير صعبه، كتير جدا جدا، وفي فترات ما كناش عارفين ننافس على بطولات، حتى مش ناخد بطولات، ما كناش عارفين ننافس على البطولات كتير، فترات كتير. كان بيبقى في امل، يعني انت كنت بتبقى بقى شايف الدنيا واقعه والدنيا بايظه، بس انت عارف ان الاهلي ايه، الوقعه دي هيكسر الدنيا بعد ما يقوم، وهياخد كل حاجه قدامه، ومش هيشوفه ومش هيعتمد حد من الاخر يعني. بس انا بالمنظر اللي انا شايفه ده، انا مش شايف اللي فيه امل طول ما هنفضل ماشيين بنفس الاسلوب ده. اسلوب الاسلوب اللي اللعيب يجي يقول لك دراعك، اسلوب اللعيبه اللي تبقى متنجمه اكتر من نادي، اللعيبه اللي تتقمص من المدرب وتعمل ايه حملات وبتاع عشان تمشيه. واحنا شفنا كتير، شفنا مدربين كتير، شفنا موسيماني وشفنا كولر. الاتنين طبعا ده مفيش حد ما عندوش اخطاء فنيه، الاتنين عندهم اخطاء فنيه كارثيه، وشفنا بلاوي بيعملوها في اخر فتراتهم. بس الناس دي كانت بتتكلم وكانت بترمي كلام على اللي فيه لعيبه ما ينفعش تبقى موجوده في النادي، وسبحان الله المدربين دي بتمشي واللعيبه دي بتفضل موجوده، وبتفضل برضو نفس المشكله موجوده. يعني انت بتبقى قدامك المشكله وباين قوي مين سبب القلق اللي احنا فيه، وسبب المشاكل، وسبب القلبان اللي بيحصل جوه الفريق ده. كانوا الناس دي بتحط ايديها على الكلام ده، ومحدش كان بيسمع عادي. لا انا خلاص احنا هنمشي مدرب، اكيد المدرب هو المشكله. طب ما انت جبته ليه بدل هو المشكله في الاول مثلا؟ يعني انا خلينا نتكلم واحده واحده. طب انت دلوقتي كل ما تجيب مدرب تقول لا انا اتكل على الله، انت مش هينفع، انت مش بتعمل لنا طموحنا وبتاع وتمشيه. طيب ماشي، بتجيبه ليه انت بتجيبه ليه؟ تمام. يعني انت جايب موسيماني وعارف كويس ان المدرب ده مدرب ماشي في القاره كويس، وعارف وبيعرف يدير الفرقه الافريقيه، وعارف الكره الافريقيه كويس جدا. فانت جايبه عارف اللي هو ده مدرب كويس. تمام. مدرب وقع خلاص، تمشيه عشان اللعيبه تقول لك انا مش عايز المدرب ده، لا المدرب فيه مشاكل، مدرب ما بيلاعبنيش، ومدرب ما بيلاعبنيش خلاص نمشيه. طب انت بتجيبه من الاول ليه؟ انت ليه مش حاطط اصلا سيستم ليك اللي انا هجيب مدرب ده هيبني لي مشروع، في المشروع ده مثلا في 5-6 سنين. يعني مثلا انت دلوقتي مشينا كولر ولصنا كده كده. كولر كان ماشي بكارثه، عمل لنا اسوأ ماتش في افريقيا لينا من فتره كبيره يعني، وخرجنا خروج يعني في اسهل بطوله ممكن تكون عدت علينا في افريقيا، البطوله اللي فاتت اللي خدها بيراميدز دي. تمام. انت دلوقتي ما جبتش مدرب على طول ليه اجنبي؟ قعدت تفكر صح؟ قلت انا هاخد فتره افكر، لسه بدري، وادي عماد النحاس يكمل اخر كام ماتش في الدوري، وربنا كرم يا سيدي، ومن حاجه من عند ربنا، والحمد لله خدت الدوري. تمام. انت بقى كل ده مستني ايه؟ مستني انت بتاخد وقت عشان تفكر وتجيب مدرب سي في كويس، صح ولا مش صح؟ ماشي. انت خدت فتره كبيره وقعدت اتاخرت اكتر لحد ما قربت قبل كاس العالم باسبوعين ولا اسبوع، جبت مدرب الغريب ده اللي انا اصلا مش فاكر اسمه والله، ريبيرو. جبته وقلت بقى ده مدرب المرحله. خلاص انت كده انت خدت وقتك بقى وقعدت تفكر فيه، قعدت بلجنة تخطيطك بقى، والناس بقى اللي ماسكين في إدارة الكورة وبتاع، قعدتوا وتبصوا بقى في صفاته، وقعدتوا تدرسوا المدرب المفروض يعني. طيب انت جبت المدرب، انت هل شايف اللي هذا المدرب كان يصلح
انه يلعب يمسك اي حاجه في الفريق، مش يمسك الفريق نفسه، يمسك اي حاجه في الفريق. انت شايف ان ده مدرب يقدر يشيلك من اللي انت فيه، من الوقعه اللي انت وقعتها الموسم اللي فات دي؟ ده هل المدرب ده هيقدر يدي طموحك اللي انت عايزه، اللي انت باللعيبه اللي انت جايبها دي، اللي انت صارف فلوس قد كده عليها دي؟ هل ده المدرب ده هيقدر يتعامل مع اللعيبه دي؟ يا عم سيبك من يدرب، هيقدر يعرف يتعامل معاهم؟ هل المدرب ده شخصيته قويه؟ هل المدرب ده هيبقى شخصيته اقوى من اللعيبه النجوم اللي عندك؟ انت شفت ده كل ده في المدرب؟ لا، ما شفتش كل ده. انت جبت انت قعدت تسكت في الناس، تسكن في الناس، في الاخر هو روبيرو هو مدرب كبير كان بيدرب اورلاندو. طب ايه عمل ايه يعني غير هو كان بيدرب اورلاندو، وكان بيدرب في اوروبا قبل كده، في مش عارف في المجر ولا ايه. فخلاص كده. طب هو خلاص بدل درب اورلاندو، طب انت بتقارن نفسك اللي هو بدل درب اورلاندو، هو هيجي يدربك هيعمل معاك انجازات عشان درب اورلاندو يعني؟ صح؟ مش انت المفروض انت المفروض شايف بقى ده راجل هيشيل الموضوع. طيب مشيته ليه؟ مع نتائجه وحشه مشيته ليه؟ بدل انت كنت شايف فيه المدرب اللي هيشيلنا من الوحل اللي احنا فيه، وهيطلعنا من الازمه اللي بقالنا فتره فيها، وشكل الفريق الخربان بقاله دخل على سنتين اهو من ساعه ماتش العين واحنا ما لعبناش كوره. ها يعني ايه اصلا؟ سيبك بقى دلوقتي معلش، نفس الموضوع المدرب شويه. يعني ايه انا في الاهلي الاهلي ما لعبش كوره بقاله اكتر من سنه وشويه؟ يعني ايه انا من ماتش العين ما لعبتش كوره؟ يعني انا عايز حد بس كده يا جماعه يفهمني ويشرح لي يعني انا ايه فريق بحجم الاهلي، اقوى نادي في افريقيا، واحسن نادي في افريقيا، واحسن نادي عربي، يعني بدوس على اي حد كرويا، مش عشان ما حدش يفهمني غلط، بدوس على اي حد كرويا في القاره كلها، وانا اكبر واحد في القاره كلها، وكله عارف كده، واللي بنافسهم او الناس عارفين كده، اصلا اسمي بيتحط جنبيهم كده، بينجمهم. تمام؟ يعني انا بقالي سنه وشويه ما بلعبش كوره، يعني ايه يا جماعه؟ يعني انا بقالي سنه شويه وما بلعبش كوره، يعني ايه؟ انا بس والله العظيم الموضوع ده انا تعب لي دماغي. يعني انا بس عايز افهم يعني ايه انا من ماتش العين من اكتر من داخل، والله يا جماعه داخل في سنتين ما لعبتش ماتش كوره. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني هل الناس اللي بتدير الكوره في النادي شايفه ان ده حاجه طبيعيه؟ ما يعني انتوا شايفين ان ده حاجه طبيعيه اللي انا فريق بالنجوم اللي فيه دي كلها؟ سيبك يا عم ماليش دعوه بالنجوم اللي جت دلوقتي، كان برضو ما اللي فيه يعتبر نجوم، بالناس اللي باللعيبه اللي عندي دي، احسن لعيبه في مصر بتلعب عندي في النادي، ما لعبش كوره بقالي سنتين ليه؟ يعني انتوا ازاي ساكتين على حاجه زي دي؟ ولما حد يتكلم من الجمهور، لا انت مش انت عايز توقع الفريق، انت مش عايز الفريق يبقى مستقر، انت مش عايز الفريق يبقى مش عارف ايه. انتوا يا جماعه بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا، انتوا بتحبوا النادي ازاي؟ والله العظيم الناس اللي بتدافع دي، انتوا بتحبوا النادي قولوا لي انتوا بتحبوا النادي ازاي؟ بجد انتوا بتحبوا النادي ازاي؟ يعني ايه شايفين النادي ما بيلعبش كوره وما بيقدمش حاجه بقاله سنتين، وتقولوا انت بتوقع الفريق ومش وقته تهاجم، مش امال اتكلم امتى؟ طيب يعني انا اتكلم امتى؟ يعني انا اتكلم امتى وانا بقالي سنتين ما شفتش حاجه بتتحسن؟ يعني اتكلم امتى؟ يعني اتكلم لحد ما النادي يقع خالص؟ ما انا مش فاهم. وانا معلش يعني بقول النادي يقع، ان شاء الله عمر النادي هيقع باذن الله، عمره ما هيقع، وهيقوم ان شاء الله ويكسر الدنيا، وانا متاكد من حاجه زي دي عشان الاهلي علمني كده. انا الاهلي عمره ما بيقع وما بيقومش ياخد كل حاجه ويلطش في اي حد قدامه. ده اللي انا عشته مع الاهلي طول عمري، وده اللي شفته مع الاهلي وما شفتش غيره، وانا واثق 100% ان الاهلي هيبقى ليه قومه، وهتبقى قومه اقوى من اي قومه تانية. بس انا عايز افهم، بس انتوا مش شايفين كل الكلام ده؟ الناس اللي دايره الكوره مش شايفه كل الكلام ده يا جماعه؟ الناس اللي بتدافع عمال على بطال بيدافعوا خلاص عشان يبقى اسمي بدافع، انتوا مش شايفين ان الاهلي يا جماعه مفيش كوره، ما بنلعبش كوره يا جماعه؟ انا عايز حد يقول لي السنتين الاخرى دي احنا لعبنا ماتش كوره. انا عايز حد بجد كده يجيب لي ماتش كده، لا يقول لي لا انت غلطان، احنا الماتش ده لعبنا ماتش عالمي. حد يقول لي يا جماعه، حد يجيب لي ماتش كده احنا بقالنا سنتين لعبناه في كوره. كله عشوائي، والسنه دي العشوائيه بقى معديه.
السنه دي العشوائيه، انا يعني انا بجد بجد والله العظيم انا ما شفتش منظر فريق في الدوري بالمنظر ده. انا الناس الفرق اللي بتنافس على منتصف جدول، والفرق بتنافس على الهبوط دي، اقسم بالله بتلعب ماتشات وبتلعب كوره عني. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني ايه انا الاهلي ها يبقى لاعب 6 ماتشات في الدوري واخد 5 بونت بس؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه انا الطبيعي ده انا، وانا بقى في حالتي الطبيعيه، احنا بقى نتكلم اللي انا في حالتي الطبيعيه. انا في حالتي الطبيعيه من 6 ماتشات 15 بونت، ده انا لو حالتي الطبيعيه، ده في حالتي الطبيعيه. مش بقولك بقى ده انا بقى خارق ومكسر الدنيا وعامل نتائج واداء مرعب، لا ده انا لو انا في حالتي الطبيعيه هاخد ال 15 بونت وانا حاطط رجلي على رجلي. يا جماعه انتوا بتهزروا يا جماعه، انتوا بتهزروا. من 6 ماتشات اكسب ماتش واحد؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني انا بجد والله العظيم انا يعني وانا بقول الكلام ده انا مخي مش عارف استوعب، مش عارف يستوعب اللي انا بقوله. يعني ايه يا جماعه في 6 ماتشات كسبان ماتش واحد، كسبان ماتش وخسران ماتش ومتعادل 4؟ ليه يعني ليه؟ وداخل فيها 6 جوان 6. انتوا في ايه؟ انت شايف نواقصك اللي في الفريق وشايف مشاكلك اللي في الفريق من زمان، مش لسه ظاهره لك فجأة المشاكل دلوقتي. انت شايفها من زمان، شفت المشاكل دي من زمان. هتعالج امتى؟ هنعالج امتى؟ هنصلح امتى هنحس بالنادي ونديله قيمته تاني؟ امتى يبقى عندي لعيبه عارفه قيمه النادي اللي هي بتلعب فيه وقيمه التيشيرت اللي هي لابساه، بدل ما هي فاكره نفسها اللي هي اكبر من النادي واكبر من الجماهير. ما احنا دلوقتي اي لعيب دلوقتي واحد يهاجمه عشان اداؤه يتعدل ويلعب ويسترجل كده في الملعب، او ما يحس اللي هو عمل حاجه يروح يسكت الجمهور ويروح يعترض على الجمهور. ما خلاص بقى ما احنا حاطين لعيبه في النادي ها مش عارفه قيمه النادي، مش عارفه ان النادي ده اكبر منها، مش عارفه النادي ده هو اللي عاملها وهو اللي منجمها. حتى لو هي كانت جايه نجوم، هو النادي اللي هينجمها اكتر، هو النادي اللي هيديها اسم اصلا. الناس خلاص اللي بيلعبوا عندك مش عارفين قيمه النادي اللي هم بيلعبوا فيه. فانت يا باشا معلش يعني انا اسف، لازم تراجعوا نفسكم يا جماعه عشان المنظر ده مش هينفع نكمل بيه كده. لو الناس اللي دايره دي بتحب النادي فعلا وبتخاف عليه، انتوا عارفين المشكله فين كويس قوي، عارفين المشاكل جايه منين. عايز تبدا يا عم والله العظيم لو انت هتلعب بالناشئين، والناشئين اللي موجودين دي عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه وقيمه النادي، العب بيهم، انا ما عنديش مشكله. طالما الناس دي بتعرق وتتعب عشان هي خايفه على النادي وخايفه على اسم النادي، لا خلاص يا عم انا مش عايز نجوم، انا عايز حد يخاف على النادي ويلعب يلعب راجل عشان يشيل اسم النادي ويدافع عن النادي دوت. انا مش عايز حد نجم وابقى فرحان بالنجم اللي قاعد معايا ده. اي واحد مش هيسترجل واي واحد عايز يمشي قول له يا باشا هات لي العرض واتكل على الله، ما تقعدش تطبطب على حد. احنا عمرنا ما طبطبنا على حد، عشان كده احنا طول عمرنا رقم 1، عشان احنا ما عندناش العاطفه دي. اللي مش هيديني يتكل على الله يا باشا، اللي مش هيتعب ويقرع عشان النادي دوت يتكل على الله. انا قعده ليه؟ خايف يروح نادي ما يروح نادي تاني ان شاء الله النادي التاني ده ولا كم نادي اللي المفروض بينافسني يعني ياخد فرقتي كلها، ما عنديش مشكله طالما اللعيبه دي مش خايفه على النادي ومش خايفه على اسم النادي، تتكل على الله وتقول يا عم عايز النادي المنافس يبعت لي يا عم عرض وهبقى ابيع له عادي، ما عنديش مشكله. ايه المشكله اما الزمالك يبعت لي مثلا عرض في واحد زي احمد عبد القادر ده وابيعه له؟ ايه المشكله يا عم؟ الراجل مش عايزني يتكل على الله، انا مش خايف من ايه يعني؟ ما يروح يعمل ايه يعني؟ يروح يعمل ايه يا عم؟ ده يجيب لهم يعني يكسر الدنيا، يجيب لهم بطولات الدنيا كلها يا عم؟ ادهم له يا عم. رجعته تاني ليه التمرين؟ لعيب عامل مشاكل وعامل مشاكل مع الجماهير، ومن ساعه ما طلع واتعرف اساسا، مع ان عمري ما اقتنعت بيه، عامل مشاكل مع الجماهير. بترجعه تاني ليه؟ الناس كلها عارفه اللي هو كان بيقعد مع مسؤولين في الزمالك وبيتفق معاهم، وانت راجع تدخله التمارين تاني.
انتوا بتهزروا يا جماعه؟ بتهزروا؟ لعيب يطلع يتكلم عليك في البرامج ويقعد يتكلم على اصحابه، يقول اسرار لاصحابه، وترجع تلعبوا تاني. خايف برضه يروح ما توديه الزمالك يا عم، ايه المشكله؟ ما يروح الزمالك، هو في ايه يا جماعه؟ ما يروحوا يا جماعه، ايه المشكله؟ انا نفسي افهم ايه المشكله لما لعيب من عندي يمشي، هو مش عايز يقعد عندي، يمشي ما يروح الزمالك. ايه المشكله يعني؟ هيروح الزمالك ايه؟ هو اصلا لو قعد عندي هيعمل لي ايه يعني؟ هو لو انا بقى خايف لا اخسر لعيب مهم في النادي، طب ما هو اللعيب المهم اللي في النادي ده اصلا مش عايز يلعب عندك، مش عايز يلعب عندك اصلا، انت تقعده ليه؟ هو مش عايز يلعب عندك اصلا، مشيه. عايز يمشي اتفضل امشي يا باشا، اتفضل امشي، محدش هيلولي دراعي، محدش هيلولي دراعي. وامثال كتير بقى، انا مش هقعد اعد، انتوا اكيد كلكم عارفين امثال كتير زي الناس دي كان بيتعمل لها بتر من النادي على طول، يعني انتوا عارفين دي حاجه معروفه يعني. وعاصرنا اجيال كتير ومسؤولين كتير في النادي، كان اي واحد بيلوي دراع النادي يا باشا اتفضل اتكل على الله، ما فيش مكان للمتخاذلين هنا. عايز تلعب وتسترجل وتعرق عشان النادي ده، اتفضل اقعد عيني على راسي، احطك جوه عيني، لكن تقعد تتشرط عليا وانت اصلا ما بتدينيش حاجه في الماتشات وما باخدش منك حاجه؟ لا يا باشا اتكل على الله. معلش يا جماعه، انتوا عارفين المشكله فين، وانتوا عارفين احنا عملنا حاجات كنا اصلا ده كان من سيستمنا في النادي، وعملنا حاجات بره السيستم بتاعنا واحنا دلوقتي بندفع ضريبتها. في لعيبه ما ينفعش تقعد في النادي، ومدربين كتير جم واتكلموا على اللعيبه وقالوا في لعيبه ما ينفعش تقعد في النادي، واللعيبه دي سبب كذا كذا كذا، بتعمل مشاكل في اوضه اللبس وكذا كذا كذا. صح ولا مش صح؟ وما كنتوا بتسمعوا الكلام ده وبتكملوا عادي، واللعيبه دي بتفضل موجوده. انتوا يا جماعه لو بتحبوا النادي، انتوا عارفين المشاكل فين، يا ريت تحلوها. تمام يا جماعه؟ عشان احنا بجد خلاص، انا يعني صعبان عليا اشوف النادي في المنظر ده، واحنا مش بايدينا حاجه كجماهير، احنا بنعمل اللي علينا واللي ما بيبقى بنقدر نتكلم ولا نحاول نوصل صوتنا لاي حد من المسؤولين اللي لازم تشوفوا حل للمشاكل اللي بتحصل دي. انتوا ادرى مننا، انا مش هقعد اقول لكم انتوا اعملوا ايه وسووا ايه، برضو في الاول وفي الاخر انتوا ادرى مني، انتوا ناس شغاله في النادي من زمان، وناس قاعده طول عمرها في النادي، فانتوا اكيد عارفين المشاكل، وانتوا اتربيتوا على السيستم اللي احنا طول عمرنا ماشيين عليه يعني انتوا اكيد اللي شايفين في حاجه مختلفه بتحصل. فيا ريت يا جماعه، يا ريت تشوفوا المشاكل فين وتحلوها في اسرع وقت. ويا ريت نشوف مدرب برضو، بس ما يعني مش نرمينا اي مدرب وخلاص ونقعد نرمي في الاعلام اللي فيه مدرب بيتكلم. لا يا باشا، ما انا مش عايز اسمع بقى ايه، لا ده الاهلي بيكلم مدرب كذا، ده مش عارف الفلاني كلم المدرب ده على زوم ميتنج ومش عارف ولسه فاضل اتفقوا على ايه وفاضل روتوش اخي. لا يا باشا، انا مش عايز اسمع الكلام المسكنات ده، انا عايزك تجيب لي مدرب بقيمه النادي، يبقى عارف قيمه النادي، عارف قيمه الجماهير، عارف تاريخ النادي ده ايه، يجي كده يبقى عنده شخصيه. ما بقولكش جيب لي جوزيه، عشان جوزيه ده عمره ما حد هيجي زيه ولا حد هيبقى زيه في شخصيته وقيادته للفريق وقيادته للنجوم. ده يكفي اللي نجوم مصر كلها كان بيبقوا واقفين قدامه مرعوبين. انا عايز مدرب زي ده. انا لعيبتي مش هتمشي غير بالمنظر ده، لما تجيب لها مدرب تبقى واقفه قدامه كده خايفه تتكلم وكلمه غلط، ولا خايفه تغلط في الملعب عشان عارفه اللي هو لو غلط غلطه منها مش هيشمها تاني. انا عايز مدرب زي ده، انا عايز مدرب شخصيته اقوى من اللعيبه، اقوى من النجوم اللي هم عاملين نفسهم نجوم عليا. انا عايز مدرب يبقى بشخصيه قويه، ما ترميليش مدرب كده وخلاص. يا ريت يا جماعه، يا ريت يعني، يا رب اي حد كده يلمح الكلام اللي بنقوله او يركز في كلام الجماهير بجد، يعني عشان احنا بنحب النادي جدا، وهفضل مع النادي ده مهما حصل مهما النادي ده لو بيلعب في دورات رمضانيه ولا في دورات اقاليم، اقسم بالله هفضل اشجعه، هفضل احبه اكتر من الاول. ويعني الواحد افتكر كلمه كده كان بيقولها حمائي، كان مش عارف مين بيساله، بيقول له انت بتشجع الاهلي ولا بتشجع الزمالك؟ قال له انا بشجع اللعبه الحلوه يعني الاهلي. قال له لو الاهلي بيلعب وحش هشجع اللعبه الحلوه. قالت اللعبه الوحشه. قال له لو الاهلي بيلعب وحش هشجع اللعبه الوحشه. احنا كده بالظبط، انا مع الاهلي في اي حاجه،
بيكسب بيخسر بيلعبش قاعد، ما فيش اصلا افضل مع الاهلي. انا بس عشان بس الناس الناس بقى التانية الواحد يعني الجهة الاخرى يقعد يقول لك ما انتوا بتحبوه عشان بس بيكسب يا عم، ما انتوا لو اول ما بيقع بتقعدوا تقولوا خلاص لا ما بنتفرجش مش هنتابع. لا يا حبيبي انا مش زيك خالص، انا ما بروحش اشتم لعيبتي عمال على بطال كده. انا بشتم لعيبه عشان افوقها، انا بشتم لعيبه عشان افوقها، مش بشتم اللعيبه وخلاص. انا عارف انا ما بنجمش النجوم بتاعتي. انا النجم بتاعي لو اكبر نجم في بلدك كلها وبيلعب عندي وما لعبش ماتش وحش ببهدله، عشان انا مش بشجع النجم ده، انا بشجع ده بس ده بس، ده اللي يفرق معايا. ولا اي شخص في النادي ولا دخل النادي ولا طلع من النادي يفرق معايا غير ده فقط. ده فقط انا بحب ده وفقط. اي شخص دخل النادي ولا اي لعيب دخل النادي ولا يعنيني حبيت لعيبه وبحب لعيبه وبعشق لعيبه دخلت النادي، بس ده عندي اهم من اي حد دخل النادي، ولا يفرق معايا حد غير ده بس في الاخر يا جماعه، في الاخر انا هفضل جنب الاهلي وهنفضل كلنا كجماهير. انا يعني مش يعني لو اي حد من بيتفرج على الفيديو اهلاوي اللي انا بتكلم باسمكم، انا واحد منكم، وانا بحب النادي دوت، وانا يعني انا بشجع النادي من 95. فانا النادي ده اكتر نادي بحبه في حياتي، وما بحبش نادي اكتر منه. وشفت معاه ايام حلوه كتير وشفت معاه ايام صعبه كتير، بس الايام الصعبه دي كانت بتحببني فيه اكتر من الاول بكتير. يا ريت يا جماعه تسمعوا الجماهير وتحلوا الازمه اللي موجوده في النادي دلوقتي. وانا واثق وعارف اللي انتوا عشان الناس المسؤوله بتحب النادي عمرها ما هتسيب النادي يقع في حاجات اسوأ من كده. خلي بالكم من الاهلي يا جماعه، وحلوا المشاكل بتاعته، ويا رب ان شاء الله يا رب المشاكل دي تحل على طول، ونرجع اقوى من الاول، وما نشوفش حد قدامنا تاني، ونسكت كل الناس اللي بتتكلم والناس اللي بتشمت فينا دلوقتي، ونرجعهم في اماكنهم الطبيعيه تاني. هي فتره تعدي، فترات صعبه هتعدي، بيبقى بعديها بتقوى وبتكبر تاني وبترجع في مكانتك الطبيعيه تاني، وتحتل القاره كلها تاني باذن الله. خلي بالكم على الاهلي يا جماعه، والاهلي فوق الجميع، والسلام عليكم.